السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن اللحمه في الفرن، اقول لك ازاي تعمليه بطريقه حلوه قوي وكمان هيشرفك في اي عزومه. قبل ما نبدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديده. يلا بينا نبدا على طول. هنا معايا حله على النار وهنزل بمعلقه كبيره من السمنه، واول ما تسخن معايا كويس جدا هننزل باللحمه. انا هنا استخدمت كيلو من اللحمه. هتروحي للجزار وتقولي له عايزه لحمه لكباب الحله وهو هيديكي قطعيه كباب الحله. هنشوح اللحمه كويس. خطوه التشويح كويس يا جماعه هيفرق معاكم في طعم الطاجن. يعني لو انت شوحت اللحمه كويس وشوحتها من كل الاتجاهات هتفرق معاكي قوي. وهنا ضفت ورق لورا وحبهان. هنا اللحمه هي اتشوحت معايا كويس وخدت لون. هنا بقى معايا كيلو من البصل الابيض مقطعاه جوانح، وطبعا لكل كيلو من اللحمه كيلو من البصل الابيض. حابه ان انت تفرميه في الكبه مفيش مشكله. لو مش متوفر عندك بصل ابيض وعايزه تضيفي بصل احمر برضو مفيش مشكله، بس الطواجن بتبقى حلوه قوي في البصل الابيض. هنشوح البصل مع اللحمه كويس. اول ما البصل هيبتدي يغير لون معانا، البصل اهو ابتدى يغير لونه، ضفت هنا قرن من الفلفل. ما تخافيش، هو مش هيخلي الطاجن حراق بس هيدي ريحه حلوه للطاجن. هنا بقى معانا التوابل: معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من السبع بهارات، نص معلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من البابريكا. هنقلب التوابل مع البصل واللحمه. نقلب كويس علشان التوابل تتوزع كلها كويس. هنا هضيف معلقه كبيره من دبس الرمان، تبقى حلوه قوي في طاجن اللحمه. لو مش متوفر عندك مفيش مشكله. ضروري يا جماعه نقلب كل شويه كده علشان اللحمه والبصل ما يتلسعوش معانا. وهنا نزلت باربع حبات من الطماطم مقطعاها مكعبات. وهنا هنزل برشه من جوز الطيب. وهنقلب كويس وهنغطيها ونسيبها لمدة 10 دقايق. هنا بعد 10 دقايق شايفة اللحمة والبصل بينزلوا مية ازاي؟ احنا مضفناش لسه اي مية. هنا ضفت معلقة كبيرة من الملح. انا هنا ضفت الملح لان خلاص انا كده هحطها في الطاجن، فقبل ما هندخلها الفرن لازم نكون مظبطين الحدق بتاعنا. هنرفعها بقى من على البوتاجاز. وهنا معايا الطاجن كنت مسخنه كويس في الفرن قبل ما انزل بيه في اللحمه. طبعا بقى مسخنين الفرن كويس على درجة حرارة 160. هندخل الطاجن هيقعد معايا ساعة ونص، وطبعا ده راجع لحسب نوع اللحمة بتاعتك سواء صغيرة او كبيرة. ممكن يا جماعة ما تحطوش في الطاجن وتكملوا نفس الخطوات اللي انا عملتها وتسيبوها في قلب الحلة زي ما انا عملت كده وتكملوا تسوية، وكل ما تلاقي المية قلت معاكم تزودوا شوية مية صغيرين لحد ما تكمل التسوية بتاعتها لو انت مش حابة ان انت تحطيها في الطاجن. بعد كده هنزل بشويه صغيرين من الميه زي ما انتوا شايفين كده علشان اللحمه ما تلزقش معايا في الطاجن، او الميه لما تقل منها تتحرق معايا. هغطيها بقى بورق من الزبده زي ما انتوا شايفين، ومعايا ورق من الالومنيوم. وهنا حطيت الغطا بتاع الطاجن وهندخلها بقى الفرن زي ما قلنا على درجه حراره 160، وهتقعد معانا ساعه ونص. بلاش يا جماعه تعلوا النار بتاع الفرن علشان اللحمه ما تتلسعش معاكم. هي الحرارة 160 مناسبة للطاجن. هنا بقى هنعمل جنبها شوية من السلطة، وطبعا لو انت حابة ان انت تعملي جنبها رز مفيش مشكلة، بس انا بحب طاجن اللحمة يبقى جنبيه سلطة وعيش بس.
لو حابه تعملي رز اعملي. هنا بقى هنقطع الخيار مكعبات بالشكل دوت. حاولوا يا جماعه لما تيجوا تعملوا سلطه حاولوا تكتروا الخضار عن الطماطم، يعني ما يبقاش الطماطم اكتر من الخضار. وهنا بقى معايا كابوتشا هقطعه بالشكل دوت. وهنا معايا بقدونس هفرمه بالشكل دوت. وهنا معايا حبتين من الطماطم هنقطع حبتين بس، انا مش حابه ان الطماطم تبقى كتيره، انا عايزه السلطه تبقى كلها خضار. هنا السلطه بعد ما خلصت معانا هنزل بعصير من الليمونه وربع معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من زيت الزيتون، ولو متوفر عندك كمون عايزه تحطي كمون مفيش مشكله، بس انا ما كانش معايا عندي كمون بصراحه كان خلص فما ضفتش كمون. انا بحب اضيف الكمون على السلطه قوي. كده السلطه بقت جاهزه معانا. وهنا الطاجن بعد ساعه ونص طلع معانا من الفرن. يلا بقى نفتحه. تقولك سخن جدا. اما تيجوا بقى تفتحوه يا جماعه بالشكل دوت افتحوه بشوكه كده علشان ايديكم ما تتلسعش. انا بعد كده هشيله ادخله تحت الشوايه، انا شلت من عليه الورق وهبتدي ان انا احطه تحت الشوايه ياخد معايا لون. هنا بعد ما خد معايا لون يلا بقى نطلع حته مع بعض نشوفها كده استوت ولا ايه. عايزه اقول لك ريحته كانت حلوه جدا جدا وطعمه كمان احلى. بصي اللحمه دايبه ازاي مجرد بس ما حطيت الشوكه. شايفه. من احلى حاجه في الطواجن ان انت تخلي اللحمه تبقى مستويه معاكي كويس. دي من احلى حاجه في الطاجن، وان انت تشوحيه كويس قبل ما تحطيها في الطاجن دي بتدي طعم وتست حلو قوي. شايفه الطاجن عامل ازاي. ودي كانت وصفتي النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.